السلام عليكم ورحمة الله، نصلي على الحبيب عشان قلوبنا تطيب. النهارده عاملين عدس اصفر بالرز اللي هو الكشري، بيقولوا كشري اسكندراني. فمش عارفين نعمل ايه بصراحة. انا كان عندي شوية العدس دول، وهم دول اللي اجبروني او خلوني ان انا افكر في ان انا اعمل عدس برز. المهم ان العدس اقل من الرز. الرز بيبقى ضعف العدس، يعني انا مثلا عامله كيلو نص كيلو رز، بعمل جنبه ربع كيلو عدس. لو زودتي العدس هيعجن منك، هتحسي ان الموضوع كده دخلت معاكي في لت كده وعجن وبقى مش لطيف. فاهم حاجه، انا عامله نص كيلو رز، عامله جنبه ربع كيلو عدس. طبعا البتنجان بتاعي مسكاه مقطعاه كده صوابع طرنشات زي ما انت عايزه اعمليه، وعامله فلفل وفي فصين توم كده في قلب الهون، وبصلايه صغننه هحمرها، بصلايه صغننه هحمرها عشان في بصلايه تانية هدخلها مع الرز والعدس. حلو الكلام. هنا حطيت الطاسه على النار وابتدي ان انا اقلي البتنجان بتاعي. اهم حاجه بس كده تضيفي لي، اعملي لي لايك واكتبي لي كومنت كده حلو زيك. ربنا يا رب يرزقكم بكل خير يا رب، ربنا يسعدكم ويرضيكم، ربنا يفرحنا باولادنا يا رب، وربنا معاهم كده بالشهادات، وان شاء الله يجيبوا مجاميع حلوه، امين يا رب العالمين. هنا البصلايه بتاعتي دي انا بقدرتها بس بشويه نشا عشان تبقى مقرمشه معايا. وهشتغل بالزيت اللي انا حمرت بيه البصلايه، يعني انا قليت البتنجان، عملت البصلايه، هاخد الزيت اللي عملت فيه البصلايه والبتنجان هضيفه للدقه بتاعتي اللي هي الصلصه. معايا حطيت حبه زيت، حطيت توميه كده تاخد لون وتاخد وتطلع ريحتها كده حلوه، وحطيت حبه خل، ورحت حاطه ضايفه الصلصه. بس يعني الموضوع سهل وبسيط خالص. واحط واحدة ماجي، واحط شوية ملح وشوية فلفل اسمر، واسيبها تتسبك مع نفسها. طبعا بنعمل كل دوت قبل ما النور ما يقطع، يعني احنا ممكن نفطر وبنقوم نعمل الغدا على طول، يعني تقريبا معظم بيوت مصر كلها كده. ربنا يعدي الفترة دي على خير يا رب، امين يا رب العالمين. هنا طبعا زي ما قلت لك وحطيت واحدة ماجي، حطيت فلفل اسمر، وحطيت شوية ملح. حطيتها على النار، هاخد برضو من نفس الزيت اللي قليت منه البصلايه. ما يعني احنا مش هنهدر، احنا عايزين ايه؟ نستهلك الحاجه اللي احنا بنستعملها لغايه اما نجيب اخرها، عشان الموضوع مش طالب والله. هنا البخار كل شويه يطلع على الكاميرا، وعشان خاطر انا مقربه الكاميرا قوي، فبحاول ان انا ايه امسحه كل شويه. هنا برضو ايه بصلايه صغيره، خدت حبه زيت، يا دوبك برضو دبلت كده وخدت لون جولد كده اصفر بسيط. غسلت الرز بتاعي والعدس بتاعي، برضو احط حبه ماجي، احط حبه كمون، عشان ده طبعا كشري يعني، وحطيت حبه فلفل اسمر. وابتدي بقى قلبي، اهم حاجه التقليبه، واهم حاجه ان انت تشوحي الرز والعدس وياخدوا كده ايه، تطلعي ريحتهم. انا بحب اشوح الاكل بصراحه ايا كان، حتى لو خضار فراخ لحمه، بحب ان انا اشوح الدنيا، بظبط الملح بتاعي عشان خاطر ايه يطلع مظبوط. طبعا انت بعد ما تضيفي الميه برضو دوقيه كده، لو احتاج شويه ملح عادي تقدري ايه ان انت تضيفي ملح، او تظبطي الدنيا يعني ما تقلقيش. بس اهم حاجه زي ما بقولك، اهم حاجه عندي انا التشويحه. شوحي عشان يبقى مفلفل معاكي، ما يعجنش منك خالص. هنا حطينا الميه، مش بحط ميه للعدس، يعني انا بحط ميه، الميه الطبيعيه اللي انا بحطها للرز، فاهمه؟ يعني انا بحط الميه فوق الرز بعقله صباع، بس هي كده، مش هزود ميه تاني كتير عشان خاطر العدس. لا، هو العدس بيتسوى من البخار بتاع الرز والسوى، فاهمه قصدي؟ بس حطينا بس الميه، وفوق بقى بعقله صباع. تعالي نعمل الدقه بتاعت البتنجان. فلفل اخضر، وكان عندي فلفل الوان احمر واصفر، مسكتهم دقتهم، ليمون كزبره كمون فلفل اسمر ملح. ظبطي برضو الملح بتاعك. على فكره الفلفل الالوان بجد 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 بيخلي لونه كده حلو وشكله حلو قوي. وهنا حطيت حبه خل، وعصرنا ليمونه زي ما قلنا، وحطينا كزبره، وحطينا ملح، وحطينا فلفل اسود. انا بعيد الكلام ليه؟ انا بنسى معلش. برضو باكد عليك، واعتبريها ان انا باكد عليكي. هنا بقلب، بس خلي بالك وانت بتدقي، يعني ممكن تحطي الموضوع كله ده في كبه وتضربيه في الكبه. انا بستسهل بصراحه ايد الهون، يعني بستسهل الهون كده، بحس ان ريحه الحاجه بتطلع قدامي وانا بضربها كده بالهون. لما بحط في الكبه ما بشمش ريحه، كله متغطي وخلاص. بس خلي بالك وانت بتضربي يعني الثوم والفلفل الالوان وكده بيبقى فيه ميه، فانت حاولي تحطي ايدك غطي وش الهون كده، واضربي يبقى ايدك هي اللي حاميه، يعني ايه عشان ما يطرطش عليكي ولا حاجه. او لو انت عندك كبه حطيه في الكبه اسهل، اللي يريحك، الموضوع اللي يريحك. بصي الرز، انا بوريكي الرز ايه، بقلبه كده من فوق ومن تحت، والله كان مفلفل وطعمه خطير. جربيه. على فكره في ناس بتحب تحط له وهو في السوا كركم او كاري عشان يظبط اللون بتاعه يعني، فانا ما حبيتش اضيف ولا كركم ولا كاري، خليه بطبيعته كده ولونه وشكله وطعمه وحاجه كده. بصي كانت تحفه 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 تحفه. بتنجان خلص، عملنا سلقت بيض جنبه ورحت مقطعاه بالشكل دوت، حطيته في قلب الطبق، وحطيت
التوم اللي احنا التوم البصلايه اللي احنا حمرناها مع بعض، وادي الصلصه بتاعتها تحفه، ما بصفيهاش، بخليها زي ما هي. بصي سمكها وشكلها حلو عامل ازاي. ما تنسيش تحطي لي لايك. شكرا.